بطوله وراحت. عندكم القادم افضل. الان احنا عندنا 8 لاعبين بالمنتخب الوطني هم لاعبين اولمبي، عندنا لاعبين بارزين، خامات موجوده. اتمنى ما تاثر عليكم البطوله، عادي يعني. انا قبلكم جيل 2007 اخذنا كاس اسيا، ما اخذنا الخليج، ما اخذنا البطوله. هاي كره قدم، ابد لا تضوجون، يعني شيء طبيعي. نعم هناك اخطاء، نعم هناك كان ممكن يكون سند لكم، يعني شغلات تساندونكم بيها ما موجوده. انا بس اتمنى يعني اوجه رساله للحكومه العراقيه الممثله بوزاره الشباب، اذا كنتم تريدون كره قدم بالعراق ادعموا هؤلاء اللاعبين ماديا، ادعموا هؤلاء اللاعبين ماديا، مو الوزاره والحكومه والاتحاد 60% من ميزانياتهم بيجوا ومتروح، وكرة القدم العراقية 40%، وتريدون اللاعبين يعوفون اهاليهم وتريدون يقدمون رياضة. مو هيك الرياضة. هذول ثروة وطنية، الثروة الوطنية شلون تحافظ عليه؟ شلون تحافظ على الثروة الوطنية؟ لازم توفر له كل الأجواء. لاعب من يجي المنتخب نعم نلعب بغيرتنا بهذا، بس اللاعب هم تعبان، هم وراء عائلة، هم وراء أهل. الاتحاد دائما يواعدك بجوائز ما عنده. الاتحاد يقول انا ما عندي فلوس، ما عندك فلوس تقدر تعوق تنطي غيرك يقدر يجيب فلوس اذا ما تقدر انت تجيب فلوس، لكن اللاعب يحتاج تنطيه قيمته. ابسط مثل الله يرحمه الكابتن علي كاظم، ما حد ايش قد قدم للعراق، ايش قد فرحنا، وبالاخير شنو الحصله؟ شنو الحصله؟ فاتمنى اذا تريدون تهتمون بالرياضه العراقيه دعموا هؤلاء الشباب، خلوا لهم يصير عندهم قيمه. نعم احنا لاعبين يمكن الجيل اللي قبلهم انه رب العالمين وفقنا وطلعنا بعقود، يعني كان عندنا فلوس ما كنا نهتم للماده، لكن ذول اللاعبين اكثرتهم بالدوريات، وتعرفون انتم الوضع بالعراق. اذا كنتوا تريدوا تصير عندكم كره دفعوا، انطوا هؤلاء اللاعبين قيمتهم، حسسوهم انه هم عزيزين عليكم، مو جايبينهم انه بس تعال العب ومن لاعب ما يبرز تقوم تحجون عليه بالاعلام ويطلعون بعض يعني لاعب. بس انا واحد من الناس تفاجات يحجون على الحارس، انه الحارس شنو الحارس ايش يسوي لك يعني؟ ما توفق، يعني جزاءات ما توفق، بس باللعبه طلع 4 كرات. ايمن الرجال يقول لك انا همي ما جتني فرص. فهي كره القدم، هاي كره القدم اللي مثل ما تريد منهم انطيهم حتى يحسون بقيمتهم. انا ذيك المره تفاجات، يعني دخلت انه اتحاد كرة القدم ياخذ 60% من ميزانيته رواتب له، وكرة القدم كلها 40. كفر في كرة القدم ان هذه المواهب تعطيها 40 والباقي لاتحاد كرة القدم. وبالاخير يطلع رئيس الاتحاد، مع احترام انا احبه للمله، يطلع يقول انا ما عندي فلوس اتدينت. اتحاد هو اهلي، اتحاد هو تبرع منك انك تجي تشتغل بالاتحاد، لان مو اتحاد مو على الدوله، هو اهلي. انت جاي تخدم مجال كره، يعني اول شيء طبق انت الخطه اللي تريد تطبقها، ادعمها ماديا، مو انت تروح تاخذ الفلوس. يعني اتمنى هاي تصل الرساله. انا احب الاتحاد كلهم، احب الرياضيين كلهم، ما محتاج فلوس من احد، الحمد لله خير من الله عندي. بس انا هذا اللي شفته واللي عانيته بالمنتخب. نعم احنا بوقتنا يعني كنا ننطي، لان احنا كنا محترفين، يعني عندنا ماده ما كنا نهتم اذا ما ينطونا، والله كنا مرات نروح على حسابنا لان عندنا فلوس يعني نروح على ما عندنا مشكله. بس ذول اللاعبين خطيه بالدوريات، ولا واحد يعني ما عدا سعد عبد الامير يمكن، وعلى عبد الزهره شويه ماديا زين. يعني انت اللاعب شلون تجيبه، شلون تخليه يستقتل على المنتخب؟ يا اخي انطيه على الاقل، خصص له راتب. يعني انا التصفيات الاولى مال كاس العالم انا قعدت ويا الاتحاد قلت لهم يابا ما يصير انتم كاس عالم، يعني فد شيء انطوا للاعبين. قالوا لي اصعدوا نعطيكم كل لاعب $10,000. راحت الاتحاد، لكن رواتب الاتحاد من تجي الرواتب لا، راس الشهر لازم يستلمون راتب. مو هيك تصير كرة القدم. لازم تحسس هذا الموهبة، يعني انت يعني انا اتخبل كل العالم من تجيهم موهبة يركضون وراها، تعال شنو ناقصك؟ بس استمر بموهبتك. مو هيك انت اللاعبين والله العظيم اجت فترات لاعبين كانوا ما يريدوا يجوا للمنتخب، يقول لك ما ايش عندي جاي اصرف من جيبي على المنتخب. راحت. اعطيني شويه وراك.
اقطع. هذا مال شو اسمه يقول مال ابو اسرائيلي يقول له اقطع. لا كابتن بس قهر. لا شوف هذا قهر انا شايله بقلبي. انا ما احب احكي على واحد، ما احب احكي على الاتحاد كلهم جماعتي. بس اكو اغلاط اكو اغلاط واحد لازم يطلعها اللي بقلبه. كابتن ناظم كافي. انا مو جو علي، انت تعرف كلهم وحتى الاتحاد قالوا لي كافي، قلت لهم اوكي انا خلل، انا انسحبت وطلعت شلت. يمكن قلت انا خلل، يمكن اسمعني يا كابتن الله يخليك. عوف الاتحاد لا تدافع عنه. انا اتحاد هم اصدقائي، كلهم اصدقائي، كلهم عشت وياهم 13 سنه 16 سنه انا ويا الاتحاد، وكلهم اخواني وبالحلوه وبالمره وبالهذا. بس اكو شيء لازم ينقال، اكو شيء لازم ينقال. لا ما اقطع، انا ما اقطع، غير احكي اللي بقلبي. انا هسه من تقول لي يعني الاتحاد راح ونطوي فلوس، على شنو نطوي فلوس؟ ما محتاج. هسه انا اخابره ما نعطي الفلوس مال الاتحاد اللي منطينا ليش قد 6 ملايين مال اكل ما اكل. هذا مو مبلغ. انا دا احكي لك على كرة القدم يحتاج لها دعم مادي. دعم مادي شلون؟ من تجيب الفلوس وتوفر الفلوس لهذه الامكانيات اللعيبه. شلون توصل ذول اللعيبه لاعلى مستوى؟ اكو دول دا تدفع دم قلبها ذول اللاعبين. انا اللاعب اوديه ترانزيت اشلع قلبه. انا اللاعب هذا ثروه. زين انا شلون احافظ على الثروه؟ اليوم واحد كاتب لي شغله ضحكت بيها. كاتب لي الامارات فازوا علينا، بس الحمد لله احنا عندنا نفط اكثر منهم. يعني حتى العراقيين يحسون بالحرقه اللي بداخلهم. يعني شنو انا لاعب جايبه، لاعب عايف اهله بالضيم بالظلايم بالهذا، اجي يرجع لاهله يمكن صارف من جيبه. شنو قيمتها ال 200 دولار و 300 دولار تنطيها للاعب؟ وكل من يطلع من يفوز المنتخب كل من طلع قال اني. يا اخي هسه خلينا نقعد ما بيها، لا نستحي. هسه انا اعرف هسه راح يطلعون يقول لك قاعد بقناه عربيه ويحكي على، لا ما، لان انا بالعراق دا احكي ما تسمعونا. يعني كله عرض الحائط. انا اتمنى اذا كنا صدق نحب العراق خلينا نضحي للعراق، ما بيها شيء. يعني ما يحتاج. يعني انا هسه انا واحد من الناس يريدون في اي مجال اشتغل ما اخذ فلوس، وحتى لو انا اخذ فلوس اخذ شيء رمزي، لكن الاكثر نطي للموهبه. اللاعب صحيح. لان هذه الموهبه حرامات. هذه تعرف شنو هاي؟ فرحه 38 مليون، فرحه 38 مليون. هاي الموهبه تعرف شنو؟ من تسقلها، من تدفعها للامام، من تجيب لك انجاز. هاي تعرف شنو تفرح 38 مليون. تعرف ايش كبرها يا رب العالمين؟ تعرف ايش كبرها انت اللي تسويه؟ كلام منطقي. بس انا شاحكي، ما تقول لي شاحكي شو اقول يعني؟ كفيت ووفيت والله. انطينا مجال حبيبي. انت اللي حكيته ورائع من اسمع احمد لا بس لا كلام جميل. لا تعقب على شيء انت ما تعرفه يا حبيبي. لا حول لك قلت كلام جميل. مجال. لا منو ما يريد ينمي مواهبه؟ منو ما يريد يرفه لاعبين؟ احنا نريد. منو ما يريد؟ لا احنا نريد. انا بدي احكي لك. لا احنا نريد. اسمعني اقول لك. كابتن رجاء لا تجامله. خليني اقول لك. لا تجامله. اول شيء انا لا دور المنتخب، لا دور بالاتحاد منتخب ادرب ولا تعرف كل زين بالنسبه لي المنتخب. انت تعرف ولا كلها ما اشتري ماني بصراحه لا يزعلون عليه ما اشتري. لا هم اخواننا. احنا حكينا شيء غلط خالد؟ احنا لا ما حكينا شيء غلط. احنا نحكي نقاط تفيدنا. يونس خليني اكمل. انت حكيت باب الكفايه وحكيت يعني من الانسان لاعب حريص على بلدك، حريص على مواهبك، صح. بس خلينا نجي نحكي منطق. كل لاعب هسه بالنادي عقده ايش قد يونس؟ 200. اكو انديه 400 على عبد الزهراء عقده 400 دخل كمل. انت بدك تحكي عن لاعب ياخذ بالسنه ما يقارب 30 مليون 30,000 دولار. يا خالد 30,000 دولار. شلون 30,000 دولار يا يونس؟ كابتن انا بيم الانديه واعرف شنو يستلمون وشنو ما يستلمون. الشرطه شو يستلمون؟ ما عدا كم شخص نعرف. نادي الشرطه عنده فلوس، جويه عنده فلوس، اكو انديه يعني حسين علي. هذا حسين علي موهبه لو مو موهبه؟ هذا ما يستلم، قليل يستلم. نادي الزوراء امكانيته قليله، بس هو يحب نادي الزوراء يلعب. ليش قد يحصل؟ مو احنا 40,000 دولار هذا سنه كامله. مو انت من تحكي على المواهب اسمعني. انت هذا مثل تروح هسه اني مثل هذا مثل حسين علي سنه له ايش قد راح يطلعوا عقد. احنا كل لاعبين اللي بالدوري يستلمون عقود. حتى اقول لكم اياها بصراحه، كل اللاعبين